نرجع الشغف اللي احنا فقدناه ازاي؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اسباب فقدان الشغف، ودلوقتي هقول لكم نرجع الشغف ازاي زي ما قال لنا الكاتب يقين العمايرة في كتاب فقدان الشغف. 1. ابعد عن العزلة. انا عارفة انك عايز تقعد لوحدك، بس معلش تعال على نفسك واخرج مع اهلك واصحابك، ما تقعدش في اوضتك قافل على نفسك. اقول لك انزل اقرا، بس انزل اقرا تحت في الشارع جنب الناس كده، خلي حواليك حياة. 2. حاول تجدد روتينك اليومي، زود عليه ان شاء الله حاجة واحدة بس تعملها قبل ما تنام كل يوم. اقرا صفحتين قبل ما تنام، غني، ارقص، انزل اتمشى، اعمل اي حاجة جديدة. 3. خد لك اجازة كام يوم، سافر يا اخي. مش عارف تسافر، اخرج كل يوم، انزل كل يوم لف كده حوالين بيتك، غير جو، هيفرق والله. 4. دخل نفسك في تحدي يومي، يعني تحدى نفسك، قول انا همشي كل يوم نص ساعة، هقرا نص ساعة، هكلم 3 اشخاص كل يوم اسأل عليهم، هعمل كل يوم اكلة جديدة ما عملتهاش قبل كده وهتطلع حلو. كل يوم تحدي لنفسك كده، هتلاقي نفسك بدأت تستعيد الشغف. 6. غير ديكور اوضتك، شقلبها، حط برواز، هات ملايات جديد، حط فيها ورد، اعمل اي حاجة جديدة فيها. 7. ابعد عن الناس السلبية، الناس دي ما بتديناش غير طاقة سلبية وكآبة، واحنا اصلا عايزين نتخلص منها. رقم 8. قرب من ربنا وادعي بقى ان انت على طول يبقى عندك رضا. جرب تعمل عمل خير بسيط كل يوم وانت تشوف المعجزات في حياتك، والله هتحس كده ان انت بتعمل حاجة وجالك شوية شغف. يلا نتحدى بعض ونحاول نرجع الشغف تاني في حياتنا. هتعملوا ايه؟ قولولي في الكومنت.